اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا، ولك الشكر على كل حال. لك الحمد بجميع المحامد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كان يقول لهم الشعب راه بطل هذا يقولوا غير واحد الجماعه لأن منح قاعدة محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الأعزاء، هناك درس إذا أخذت به الأمة من غزوة بدر لعاشت خير أمة أخرجت للناس. ذلك الدرس هو درس الصورة. الحرية ليست منحة من حاكم، إنما الحرية هبة من الله لخلقه. يا شعب العرب استعينوا بالله، اعتصموا بالله، استمسكوا بكتاب الله. إن نار إسرائيل لن تحرق مصر وحدها، إن نار إسرائيل ستحرقنا جميعا، ستحرق ليبيا وتحرق سوريا وتحرق الجزائر وتحرق العراق وتحرق اليمن إن لم نتحد ونعتمد على الله. إن حالنا مؤسفة، إن حالنا تدعو إلى الرثاء يا أمة. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال نحن في وقفة احتجاجية ضد مشروع الصبلية تاع الصار الزاوية التي استفاد منها المعني بالأمر بطرق غير قانونية.
رغم أن السلطات المنتخبة على مستوى البلدية العبادية والعطاف، المنتخبين على مستوى البلدية المجلس مشكورين على كل حال. بعد الاستشارة تاع المواطنين، الدوار تاع شكاكنية، الكتاريس، بن مسكين، الزاوية، الجامعية، بالعباس، ردوا على أن المشروع هذا يشكل خطر على المنطقة وعلى السكان. والمنطقة هذه على كل حال نفتح قوس، المنطقة هذه منطقة محمية وفيها محمية بيئية تاع بيئة، فيها مواطنين يستفادوا منها في المرعى، في الاستراحة، الطلبة تاع الزاوية يروحوا يقراوا فما إلى آخره، والسيد هذا حصل عليها. الطرق احنا نستفسروا كمواطنين أن المنتخبين لهم الحقوق ولهم الصلاحيات أنهم هما يوافقوا على هذا المشروع. إذن عندنا وثائق تقول باللي المشروع مرفوض من طرف المنتخبين والشعب، واول حاجه هما الشعب رافضين هذا المشروع. اذا احنا نطالبوا بعد ما، والمشروع الثاني تاع بالعباس بعد ما صاب هذا المستفيد بعد ما فقد المشروع تاع بالعباس راه تجرأ وجاء للمنطقه تاع الزاويه تاعنا. اذا احنا رانا نرفضوه جمله وتفصيلا، والمعني بالامر هذا لازم السلطات تاخذ الاحتجاج هذا بعين الاعتبار قبل ما تنزلق الامور، لان الناس راهي في وضع كما هذا، وخاصه ان المنطقه الدوله راهي تنادي بتشجيع الفلاحه وتشجيع المواطنين على تربيه الحيوانات والى اخره، والسيد يدينا هنا المنطقه 20 هكتار ولا 8 ولا 40 هكتار. اذا احنا هذا رافضينها، احنا رانا مستفادين منها. انا الطالب تاعنا يروح يقرا فما، كي يروح يحفظ الصوره تاعو فما، الناس زواوله مساكن منا يروحوا يدون حاجاتهم ويدوا بقرهم، وين يعيشوا هذا الناس؟ هذا احنا هذا هو الاشكال تاعنا هذا، وهذا نحن حاسين بلي راه ظلم وراه باطل، هذا راه باطل. احنا رانا ننادوا بدوله القانون ودوله الحق، اذا احنا نرفضوها. هذا هو. ونعطيكم القاعده تقول لما سكت اهل الحق عن الحق ظن اهل الباطل انهم على حق. نحن على حق ورانا نطالبوا بالطرق السلميه، ورانا هنا باش ينادونا المشروع يجي يدير بالتاعو هكا، حبه من حبه وكرهه من كره. ونعطي كلمه للحاج عمر تاعنا ولا الجماعه تاعنا ما هي كما راكم تشوفوا بالكم تتبعوا الاحزاب كاع تاع الجزائر راهي تقول باللي البيئه تنحط في الدستور، حق دستوري يحافظوا على البيئه. احنا هذا الاخضرار وهذا الطبيعه الجميله الساحره يجوا يقضوا عليها يرجعوا لنا بالتراب والغبار وما ينجموا عنها. شوف يبداو مرض الرب والامراض، ولادنا يمرضوا، الحس الحاصل ما فيها حتى جانب صحيح. وهذا يجي يقول لكم يخدم مش يخدم زوج عمال يعطيه 1200 ويعفس علينا كاع. شوف شكاكنيه، الكتاريس، سيدي عمر، الكومينان، بالعباس، هذا البقاع كاع ما عندهمش اهميه عند الدوله. احنا من هذا المنبر منا نطلب من المجلس الشعبي البلدي تاع العباديه والمجلس الشعبي البلدي تاع العطاف يديرها محميه، يديروا قرار يداولوا عليها ويديروها محميه، حتى واحد ما تسول له نفسه بيجي يدير مرمله لهنا والاخطار على الشعب. هذه هي باختصار. لا اختصر كلامي، اختصر وانا اثق ما اقول فيه. اقسم بالله العلي العظيم لا يتحرك من هذا المكان أن هذه إذا يعني بدأت الأغصار فهي جريمة ضد الإنسانية. هي تشبه إلى حد ما الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الصحراء، لأن لحد الآن هذه يعني التجارب النووية المخلفات تاعها هذا راهي تظهر. إذا هذه هي المرملة والله تكون جريمة في حق يعني هذا الشعب، البهائم، الطيور، في الشجرة. لذلك من هذا المنبر أقول سوف نتصدى لهذه الجرائم. إذا هذا نضال من أجل الحق والعدالة. إذا والإنسان اللي ما يناضلش من أجل الحق، إذا رأيت منكرا فغيره. إذا وإذا لم نغير المنكر فنحن منافقون. لذلك نشكر هذا السكان اللي واعيين الحمد لله على يعني وقوفهم وقفة ارتجالية ضد هذا المشروع، واشكر.
حاج عمر اعطينا كلمه، اعطينا حاج عمر، اعطينا كلمه، اعطينا كلمه. انا ما اخذت عليهم ما نعرفش نهدر عليه. دور كاع من هون ما جرى الحاج عبد القاهر يهدر هاو الحاج عبد القاهر. الحاج عبد القاهر يقول له كلمه يعرف يهدر يقولوا كلمه على هذا الحي. نقول احنا مانيش باغيين الجهاد بس لا يضر الهوايش يضر البنيادم كاع الارض تاعنا. الى يديها لنا ذراع حيديها ذراع. هذه الى ذراع الدوله هذه تمد ذراع ما تمدش. الدوله جميله كانت تمد ذراع. اسمعوا آخر ما وصلنا من برقيات هناك. الطائرات ما تزال تدق الحصون، والدبابات والمدافع تهدر بقنابلها وقذائفها. السيد حافظ الأسد يرسل ببرقية إلى السيد ياسر عرفات يقول فيها قلوبنا معكم، شدوا حيلكم. السيد العقيد معمر القذافي والسيد هواري أبو مدين يرسلان يطلبان انعقاد مجلس لا أمن ليناقش القضية. العراق واليمن الجنوبية تدين الموت، مصر تدين الموت، وكنت أود أن نكون غير هذا. لو أن كل دولة فتحت جبهتها لشغلنا تركيز الضرب ولدخلناها معركة، إما أن نموت كراما وإما أن نعيش أعزاء. كنت أود من وزير الإعلام عندنا أن يجامل حتى ولو بكلمة، لكنني لما فتحت الإذاعة يوم الأربعاء والرؤوس هناك تنثر والدماء تهدر والدبابات تخطب على منابر الرقاب، حولت مفتاح المذياع إلى إذاعة صوت العرب لعلي أسمع قرآنا يتلى والمجازر هناك تعمل ليل نهار. وبيج كلنا نعرفه، بيج كلنا نعرفه، رجل دخل وما دام الحكام ينامون ملء عيونهم ويأكلون ملء بطونهم ويتنقلون في استراحاتهم، فهل يذكرون جائعا؟ هل يذكرون سكان المقابر؟ هل يذكرون البؤساء؟ يا أيها السعداء احسنوا إلى البائسين والفقراء وارحموا دموع الأشقياء، ارحموا دموع الأشقياء، امسحوا دموع الأشقياء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لعلكم تتقون. كان عمر بن الخطاب ايام المجاعة ينصب الموائد للشعب ويمر بالجالسين على الموائد ليمد يده فيطعمهم بيده، وجاء له طاهي الطعام، جاء له الطباخ ذات يوم بقطعة من كبد الجمل ليأكل أمير المؤمنين، فنظر الأمير العظيم إلى الكبد وقال للطاهي لمن هذا؟ قال لك يا أمير المؤمنين. قال له الأمير بكل ثبات وقوة إيمان: أكل المسلمين أعطيتهم هكذا؟ أكل المسلمين أعطيتهم من أكبادها؟ فقال له: يا
امير المؤمنين ليس لها الا هذا الكبد. أتدرون ماذا قال عمر؟ هل مد يده الى كبدها؟ هل لكها تحت اسنانه؟ هل مزقها بانيابه؟ لا، قال له احمل هذا الى فقراء المسلمين ولا خير في عمر ان اكل اصابعها وترك عظامها للرعيه. اذا فماذا تأكل يا امير المؤمنين؟ ماذا تأكل؟ قليل من الزيت مع بعض حصات الملح، قليل من الزيت مع بعض حصات الملح حتى اصفر وجهه، وكان وجهه ابيض اذا رايته كانك ترى قطعه قمر. اصفر الوجه الابيض من كثرة ما اكل من زيتها، وكان بطنه يحدث اصواتا، فكان عمر يقول لبطنه صوفي او لا تصوفي، لن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين. لله ضرك يا ابن الخطاب، ان جاع في شدة قوم شردهم في الجوع او تنجلي عنهم غواسيل. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري ابا حفص وسيرته او من يحاول للفاروق تشبيها. يوم الشهد زوجه الحلوى فقال لها من اين لثمن الحلوى فاشريها، ما زاد عن دخولنا فالمسلمون به اولى، تقومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. هذا هو عمر. الى الذين يريدون ان يتمثلوا بعمر، ان عمر ليس كلاما، انما عمر عقيدة وعمل.